فهل هذا القول صحيح أو ليس بصحيح؟ ترى بعض النغمات يا الأخوان هي عند كثير من الناس ينازع في كونها موسيقى أو ليست موسيقى. يعني بعض الناس عنده شدة في التحري ويوجد خيفة من كل نغمة تصدر فيقول من الموسيقى المحرم، وبعض الناس عنده شيء من التوسع فيقع في المحرم وهو لا يشعر كما عندنا، وبعض الناس متوسط في أموره كلها. فما الفيصل في هذا؟ لأنك تخاطب بعض طلاب العلم عنده نغمة نستوحش منها حقيقة فيقول لك هذه ليست موسيقى. إذا ما الفيصل في مثل هذا؟ المرد في مثل هذا إلى النصوص، وأقرب ما يكون مثل هذه الأمور الحد الفاصل فيها ما جاء النهي عنه مما يصحب الإنسان. يعني جرس الدواب جاء تحريمه والمنع منه، ولا يصحبنا أحد معه أو في رفقته جرس ولا صورة. جرس في صحيح مسلم، وجرس الدواب صوته معروف. فهل مثل هذه النغمات التي نسمعها في بيوت الله تطرد مثل جرس الدواب أو أكثر أو أقل؟ فإن كانت مثل جرس الدواب تلحق به فتمنع، وإن كانت دونه فلا بأس، وإن كانت أشد فهي في المنع من باب أولى. يعني سمعنا جرس الدواب ولا ما سمعنا؟ الجرس الذي يعلق على الدابة، على الحمار وعلى الإبل وعلى غيرها وعلى الحصان. كثير من النغمات الموجودة بين الناس الآن أعظم وأشنع وأشد من جرس الدواب، لأن البيئات لها تأثيرها. يأتينا أحيانا أخيار من جهات أخرى وتجد النغمة الموسيقية التي تصحب الأغاني أحيانا، ولا يلقي لها بالا وتكلم أو ما تكلم سواء عنده، لأنه جاء من أمر أعظم، جاء من بلد يسمع الأغاني صباح مساء، وإلا ما جوازها، لكن هو يسمع كثرة الإمساس تقلل الإحساس. وبعض الناس من بيئة محافظة ومتحري وتثبت ما يسمع مثل هذه الأمور، بل ينفر مما هو دونها. فالفيصل عندنا النص، جاء منع جرس الدواب، وكل إنسان يميز. يعني نسمع من ينازع يقول أبدا هذه ليست موسيقى. كيف اسمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرم جرس الدواب، إذا كانت مثل جرس الدواب تحرم، وإذا كانت أشد من باب أولى، إذا كانت أقل فالأمر في سعة. فننتبه لمثل هذه الأمور، ولا نجعل محل العبادة محل مخالفة. تعرفون أن الموسيقى سيما ما في الجوالات صدر فيها فتوى خاصة من اللجنة الدائمة بالتحريم، فلا مجال للنقاش في مثل هذا، لا سيما بين طلاب العلم الذين يرجون ما عند الله جل وعلا ويتقربون إليه بطلب العلم الشرعي.